تمشي يا حبيبي على الصبح شغلت بابا واحد انت مال على السلالم هتعمل كيا يابا بس اسمنت لهم طلعونا احنا بس يا بابا. يلا ابوك ده واخد طن ب 300 جنيه والراجل عنده 3 طن هنشتريهم ساعتين زمن ونمشي يا احمد. يابا ساعتين زمن اليوم يا بابا، انت هتقدر تشيل اسمان؟ انا اشيل اسمان هتكسحني خالص يا وكل ابوك. جد انا لما كنت اشيل شويه الرده مع باي رمله كانت امك تتغير لك يد في البمبز يا يابا غير لي في البمبز بس دي غرديه بابا، انت خلاص ما فزتك على كديها دلوقتي هتمشي تعمل ابداع الزار. طب انت قلت لي ست على السلالم يا هذا القران نازل طالع على السلالم يا حبيبي. لما الاسانسير شغال طالع نازل ولا طول النهار ولا يوم. ولا ابو سهل على الصبح اخدش منك غير الرد امشي. الام ساعتين زمن جايب ونش اصلا هيطلعني. بس امشي بلا وانش. ايوه صباح الفل يا معلم زيدان. خير يا حاج صديق، خلي التاخير ده كله يا ابوي. مسكت الطريق بس يا ابو عمو. طب يلا ادي الاسمنت هذه يا حاج صديق وبقيتهم يقول ان شاء الله. يا حبيبي قول يا ابو سهل على الصبح شغال تعد لي انت واخد بالك انت بجيبك هم العدوا فوق احنا. يابا مش على العدد، انا اشوفك هتطلع وتنزل قد ايه مره عشان نقسمه. لا ما احنا هنكسبه بس انت بوريني نفسك لفحلي ولا لفحلة. يابا دول بس ولا يا ام زيدان؟ يا ابوي بقيتهم جوا ولا طلبات. هترفع من هنا ولا من هنا؟ خلينا من هنا احسن. خلينا من هنا. في واحد يلفح نفسه. ها؟ الفح نفسه. لفح نفسك يا حمار. امسك يا اسلام تعال. ايه في حاج صديق؟ لفح بس اللي فيها دلوقتي مع لسه هنسخنه. مدلوك على الداع حاج صديق. طب ما انا لو قادر الفحها كده يا حاج مالك يا بابا؟ سخن انت روح انت واقف ليه تتفرج على ابوك. ايه في حاج صديق؟ ارمي عليك ارمي. امال بقيت الاسمنت ارمي عليه وسيبها على الله روح. اترمي على وش كتفي قد كتفي اترمي على وش انت. انت مضل شوف بس في جاي. صدر حمل عليك بس عليك بس. طب ده انا لو جبت كان كده ارخص لي من ده كله. يا الهولي اول شكايتين حصل ده كله ما بقيتهم هيعملوا ايه فاي. يا حمار ايه وصلت ولا لسه انت؟ يا ابو ده لسه اول درجتين احنا طالعينها. في حاجه ولا يا وقت يا ابوك الحق في عقرب هني. عقرب مين يا ابو؟ الحق يا وقت يا ابوك فين العقرب؟ الحق ما فيش حاجه يا بابا. امسك مني يا وقت ابوك امسك خموس تحت رجل العقرب يا اخي. يا ابو بس اطلع بلا عقرب اطلع سيبي. اطلع يا باي لا اله الا الله. شد يا احمد شد. ازيك يا بابا؟ ازيك يا امسك يا ابو امسك. امسك يا اخي يا ابو. يا ابو امسك. امسك يا اخي يا ابو. طلع روح يا ابو مش هو ده اللي قلت لك عليه. يا راجل روح ده لسه هنسخه يا ابوي. يعني ايش يطلع فاضي. ابو سحب المصنع عنده زي كبسها 50 كيلو 50 كيلو. انزل وانتي؟ ها؟ وانتي؟ ما انا هنزل اني. ماشي. روح بص شو وراك انت يا ابوي. لازم بص وراك. هشوفك نازل ولا ما نزلش. روح يا احمد روح انزل اني. بص شو وراك. روح يخرب بيت ابوك. شايلوا عليك دي. وانا بابا مرة اليد اولاد. هي دي؟ ايه هو دي؟ لسه جايب شكاره قدامك. فين هالشكاير؟ زي ما هم الاسمنتات تحت. جبتها منين شكاره انت؟ كذا زي ما هم. ايوه زي ما هم تحت. يا ابو هم اختار انت واخدش بالك يا ابو خالو. ما هو شغالين نطلعوا يحمي. يا ابو هذا هي اللي انا جبتها وبتاعتك انت ده وبتاعتك. فين اللي انت جبته؟ فين اللي انت جبته يا زايد؟ ده كله من مطلعه انت. ده انت مشكلة على الصبح شغلك كله عندي انت على الصبح. انا كل حد صديق وحد الله ايه في ابوي. اقول لك يا معلم تفضل. انت مدفوق معي على الدور الكام؟ الدور الخامس. 5 كيا. ومين في حيل يطلع للخامس بس لا
بمفاصلك الفاضيه انت داي بركبك الناشفه، فيك حيل تطلع الخامس يا زيدان انت ولا حد؟ طب وانا اللي هطلع بيه؟ ده العيال يا حاج صديق، كله ده للعيال. ويا العيال يعني ما تبني لكل واحد عشه فروش تحت ولا حتى اوضه وحمام يا زيدان؟ في العشه دلوقتي يا صديق، ده دلوقتي العريس هيروح يتقدم للوحده اول حاجه قاعده تبص عليها الشقه، ده من دلوقتي هتقول لك لازم الريسبشن اللي حمام وحده يا حاج صديق، وانت تقول لي عشي. هو اللي شبشن ده واكل ابوه. الريسبشن بتاع الضيوف وانت عايز تقعدني في عشي؟ ان شاء الله، ده انت علامك انت حتى العشه ما تلقاها واكل ابوك. انزل ان شاء الله ربنا يتمم على خير. انزل مين؟ لا نزلش، نحن بص فارقنا وفارقك. فارقنا وفارقك الساعتين دول انقسموا. انا بص مطلع كدين، مطلع يجي حوالي 14 اشكار، ابوي يطلع 2، تحاسبوا على 2 وتحاسبني انا على الباقي بالله عليك يا شيخ. اقول لك انزل اعمل كوبايه شاي، تعال عايزك في حكاوني. كوبايه شاي يا حاج صديق؟ دلوقتي ده احنا ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدنا طلعنا ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ بدنا طلعنا والحمد لله. امال ايه؟ ما انت فاكر نفسك انت مشغل وينش؟ اقول لك الزين على فكره حلوه انت لازم تركب اسانسير كده السلم واسع واعمل لك اسانسير. وتعمل لك شفتنا بالاسانسير؟ عاوز تموت العيال انت من دلوقتي؟ كيف موت العيال؟ ما العيال شباب دلوقتي تركب وتنزل يا صديق على الشقق. يا ابو انت ركب الاسانسير عشان تطلعوا فيه الاسمنتات ويبقى يشيلوا يا ويلك الصالح، انت جاي تخطط لي البيت، اتوكل شوف ابوك عايز ايه، احنا على ما اعمل لكم كوبايه شاي. بص يابا، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. دلوقتي اللي الدكاتره بتاعت واخد بالك الاعظام هتصرف اكثر من اليوميات بتاعتك دي. تمام، يعني انت الطن بكديها مش عارف ب 300 جنيه، كشف الدكتور يجي له ب 500 بتاع الركبدي، وممكن يقول لك عايز اعديك حقنه حتصدق في ركبتك عشان اعبيها لك مش عارف ايه. مش قاعد اروح الدكاتره، انا قاعد اخش على الصيدليه اجيب علبه موف الدهين دي وادلك نفسي كله قاعد ابقى زي الحديد يا احمد. ترى هواني بعين الله. بالله عليك يابا احنا بالزيادان على دي، احنا زنين على دي، ناخذوا حساب دول ونروح. لا كيا يا ابوي عايز اجيب منها برك لحمه وصل اسبوع واكل ابوك التقال عشتك كلها تل. انت غور انزل حتشكارها غور. ما تبصش وراك هتلاقيني نازل انت. يا ابوي ما انا عارفك ان انت نازل يا ابوي، بس انت ايه هتتخابص عليه في الشغل. بس روح يا بلا تخابص، ده انت عشتك بقت كلها تقرف. ما تروح تجيب من بعد دوك وبعدين اطلع منيهم انا دولي. يا ابوي ما ده اسمنت وده اسمان. روح من دوك انت سيب دول لابوك يا احمد. ليه دوكم فيهم بسبوسه ودول لا يعني شيل لفح لي كمان الفح لك. روح يا عمي روح وجملها يا زيدان. يا زيدان يا حاج صديق النبي الدنيا يدك معلهش. ثاني يا صديق، ثاني قسمت رقبتي هدوك انت بشكرت الاسمان. معلهش لف الناحيه الثانيه بس. سهل يا انفخ بطنك يا راجل، انفخ بطنك، شد شويه معاك. خلي بالك من نفسك يا حاج صديق. تمام لفحك قفش. ولا قادر ولا ساكت. احنا بس على ايديك. انا اروح واجي مرتين عليك على السلم وانت لسه طالع لي بشكاره. دل بس من ابوك دل يا ابوي انت عايز واحد يدل وعايز واحد يلفح وعايز مرار. ايه هو دي؟ استغفر الله العظيم. ايه في على الصبح يا ابوي صبح مين يا ابوي؟ ده الظهر اذن ما طلعناش غيرهم شويه دوا. طافح بالشغل ابدا احمد تاعك شغل العند كل دقيقه دي. يا ابوي نحن ليه نعدوا ببعضين؟ يا ابوي نحن مالنا من الاسمان. كي مالنا مال الاسمان يابا نجيبوا فلوس منين؟ يابا انت ماشي هتعمل ابداع السلم يابا، هتفاوض مني على السلم وتقول لي تعالوا وشوف ابوك وتعالوا شوف ابوك. مش مقتول عليك انت هينسيني. هي فيها صديق انت كل بتطلع لك اشكاره تعارك مع ولدك كيف في؟ نحن السلم بتاعك واعر يا معلم. كيف السلم واعر يا احمد؟ نحن ممكن يبقوا ب 400 جنيه، ده السلم واقف وقافك ده بقى. اقول لك على حاجه يا زيدان. خير يا صديق. صلى على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. انت تركب اسانسير نطلعوا الاسمنتات وتشيلوا ثاني. انت هتعمل لك فتنه يا صديق. ده الاسانسير عم 500,000 جنيه دلوقتي. مش مشكله يا ابو خالد عشان السلم بتاعك واقف وقافك دي. اقول لك ايه، احنا اتفقنا يا احمد على دي، عايز كمل مش عايز صديق ما تصدقني. خلاص يا راجل انزل يا حبيبي. انا صح نازل يا با، بس نازل خالص. نازل خالص يعني مروح. كيف مروح يا احمد؟ يا ابوي ده السلم معملك ده معنق يا با السلم. هتركب اسانسير؟
كي ركب يا صديق كده احنا متفقين احنا على الكلام ده. من غير يمين السلم بتاعك طلع لسانك ده انا والواد هتركب اسانسير نزقوا فيه الاسمنتات ونطلعوا. يا ابو يا سمساريه يا ابو انت عاوزه سنه عشان يركب الاسانسير. روح كمل اسمنتات يا صديق واخلص بالله عليك. انا شغال شتان يا ابو خالد. البنا جاي بكره يا صديق ما انا ما شغال شتان يا ريبه. عم تكمل بنتك على خير ان شاء الله. انا شغال شتاني. كي يعني حاسبنا على اللي طلعناه دي. حسبك كده انتوا طالعين 10 شكاير يا صديق. يا زيدان اوعى تلون في الكلام. كي 10 شكاير هنوك 15 ودي 3 18 شكاره يعني ضل شكارتين اديني 250 جنيه. طب بس توكل على الله يا صديق لا تكملهم كلهم وتاخذ حسابك يا مالكش فلوس عندي. يا زيدان حكوك لي ملهاش عاده كيلش فلوس يعني. مالكش فلوس احنا اتفاق تطلع الاسمنتات. يا زيدان ادي الاجيره حقه قبل ان يرفع عرقه. عرقيه يا صديق. طب وانت عراك؟ صدق لا. السلام عليكم. توكل على الله يا راجل هتورطنا بالفاضي عليك. ده عاوز نفرين ثلاثه يجي يحملوا. يا بوي حد يجيب صديق يا ناس يرفع له اسمنت يا الهولا يا ربي.